اول شيء علشان صحن امي اللي اكثر من 50 سنه انكسر، اعطوني لايك وفولو، حرام عليكم يا جماعه. صحن، ونضيف شرايح من الجرجير، ونضيف نص كوب عصير برتقال، جزر مبشور، رشه من الزبيب، وننزل علبه كامله من الذره، ونضيف اي مكسرات نيه انتم تحبونها. عندنا صدور دجاج قطعتها لشرايح بهذا الشكل وحطيتها في القلايه الهويه على درجه حراره 220 لمده نص ساعه، وننزل الدجاج. نضيف ملعقتين من الزبادي يا حلو يا دادي، وملعقتين كبيره صوص رنش، وربع كوب زيت زيتون يا حلوه يا حامل، ملعقه من الطحينه يا حلوه يا حامل، وملعقتين عصير ليمون يا حلوه يا حامل، وملعقه بهارات ايطاليه يا حلوه يا حامل، ورشه سماق يا حلوه يا حامل، واخر شيء الملح يا حلوه يا حامل، وميكس ميكس ميكس. وهذه النهايه، ألذ وأحلى سلطة ممكن تسوينها يا حلوة يا حامل. اليوم راح أسوي لكم سلطة الحوامل. تعالوا أعلمكم الوصفة. أنت حامل وتعبانة وأنت مسوي دايت وجوعانة، هذه الوصفة هي الحل، سلطة الحوامل. هذه تقول حمني سوي لنا سلطة الحوامل، أبشري هذه هي سلطة الحوامل. تعالوا أعلمكم وصفتها. اليوم راح أطبخ لكم سلطة الحوامل يا حلوة يا حامل. واه هلا والله بلعوة.